السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا يا ربي ان شاء الله بالف خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم فلوق جديد، نهار جديد البنات. كيف ما تشوفوا يلا فقط اليوم غادا نوريكم بزاف ديال الحوايج اللي ما بصراحه ما مولفاش نبينهم، ولكن غادا نوريكم الحقيقه اللي بصراحه تتعيشها اي امراه مغربيه فاش يلاه تتفيق. غادا نشارك معكم البنات بزاف ديال الافكار اللي هما زوينين، غادا نشارك معكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي نعجبكم ان شاء الله بزاف. كيف ما تتشوفوا يلاه كيف وقت البنات حليت شراجم باش تنفس الدار وتتهوى وتتخرج هذيك الطاقه السلبيه، وتيدخل البنات هذاك الهواء ديال الصباح اللي تيعطينا الطاقه الايجابيه. حاولت البنات نقاد الفراش ديالي اللي كنبدا به هو الاول. اول حاجه قبل ما ندوز لشي لاخر، حيت عارفه راسي الا دخلت الكوزينه فراه تنغرق فيها البنات ما تنخرجش نهائيا حتى تنكمل. كيف ما تتشوفوا البنات قديت الفراش ديالي. بالنسبه للبنات لهاد الهوز دو كويت فانا كنت خديتها من ايكيا بصراحه شحال هذه وانا باغاها، لقيتهم رجعوها مؤخرا وخديتها. كيف ما تشوفوا زوينه البنات بزاف، وتلوينات اللي فيها زوينين. دزت البنات هنايا السيجور. كيف ما تشوفوا كيف تيصبح هنا البنات هذا النهار هذا من بعد ما رجعت من الخدمه، يعني راه رجعت للقى الدار. ما نعاودش لكم كيف دايره، انا بغيت نشاركها معكم كما هي، وغنشارك معكم التنظيم اللي تندير والترتيب وكيفاش نرتب الامور ديالي، وكيفاش نقدر نوفق ما بين الخدمه ديالي والدار اللي ديما خاصها تبقى عندي نقيه ومنظمه. يعني الروينه فاش ترون ملي تنكون انا خدامه، اما ملي تنكون فيها البنات راه تنحاول انني نقاد كل حاجه في بلاصتها. وغادا نشارك معكم البنات بزاف ديال الطرق ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا. كيف ما تشوفوا البنات من بعد ما تنجمع فانا تنخدم سوره البقره باش هكا البنات تتخرج هذيك الطاقه السلبيه من الدار. وكيف ما تتشوفوا الكوزينه ديالي ملي جيت كيف لقيتها في الصراحه من نعاودش ليكم، راه النهار الاول ما تنقدر ندير حتى شي حاجه. ملي يلاه تنجي من الخدمه ما تنقدر ندير حتى شي حاجه، انا تنخدم بالسيستم دو غارد. فاش نجي من لا غارد ما تنقدر ندير حتى شي حاجه. كيف ما تشوفوا تيدوز عندي النهار الاول تتكون عندي الروينه فيه، ولكن النهار الثاني تنشمار على يديا وتنوض البنات تنحيد هاد الروينه كامل اللي عندي هنا. اول حاجه نحاول نخوي الكوزينه هذه لافيسيل ديالي باش هكا غادا نجمع فيها هذوك المعينات اللي عندي، اللي مرونين عندي في الكوزينه. بصراحه الماعن هما اللي تيرونوا البنات الكوزينه. كل ما حيدتوهم عليكم قبل ما تبداو الشقه ضروري خويو عليكم البوطاجي، خويو عليكم اي بلاصه فيها الماعن، رجعوا كل حاجه للبلاصه ديالها اللي غادي تبداو. هذه البنات طريقه من الطرق باش هكا غادي تخدموا منظمين وغادي تخدموا نتوما مرتاحين. كيف ما تشوفوا غادا ندوز نخوي لافيسيل اللي عندي هنايا ديجا كانوا الماعن فيها نقيين، غادا نخويها وغادا نشفهم وغادا نرجعهم للبليص ديالهم. اللي بغيت نقول لكم البنات حاولوا غير تقدروا تشقاو نهار واحد غادي نضربوا فيه تماره كيف ما تنقولوا. يعني تقدري ما تجلسيش نهار كامل وانتي تجمعي هذا، ولكن من بعد تترتاحي. حاولي ملي تنوضي غديري دوره نيت وغتحيدي عليك الاركان الساخنه كيف ما تنقول دائما. ومن بعد راكي غتولي دوزي عليها تدويزه خفيفه وتتبقى ليك الدار نقيه ومرتبه. حاولوا البنات تقادوا البروغرام ديال النهار ديالكم باش هكا ما يضيعش لكم الوقت ديالكم. والحاجه اللي مهمه البنات التليفون، حاولوا تحيدوه من يديكم تماما. الصراحه الا بقيتي شاده التليفون حتى شي حاجه ما غديريها وما غتحسيش بالنهار ديالك حتى تيضيع وتيدوز الوقت. ما تتحسيش بالوقت نهائيا حتى تيضيع وتلقاي راسك حتى شي حاجه ما دايرها. فاول حاجه باش نبدا نقاد الامور ديالي وقبل ما نبدا الترتيب وقبل ما نبدا التنظيم، اول حاجه غنتغلبوا عليها هي التليفون. نحاولوا البنات نحيدوه علينا غير في هذيك المده اللي حنايا باغيين نشقاو فيها. نحيدوا علينا التليفون تماما وغتشوفوا البنات كيفاش غتنوضوا شحال من حاجه غديروها. ما كاينش شي بنت اللي هي ما منظماش، وما كاينش اللي بنت شي بنت اللي هي ما حادقاش ولا ما متولاش ولا هذا. كنا تبارك الله النساء المغربيات هكا دايرات، يعني هادشي فطره فينا. ولكن كتلقاي غير شي حوايج اللي هما تيلاهيوك وصافي. فالبنات اول حاجه كيف ما قلت لكم هو التليفون. حتى انا دزت من بعض التجارب كنشد التليفون كيضيع عليا الوقت، كنلقى راسي حتى شي حاجه ما دايراها في الدار. من بعد لقيت ان التليفون هو اللي كيشد ليا الوقت، حيدته البنات تماما. نهار فاش كنفيق بحال هكا فاش كنبدا الشقه ديالي فانا تنساه الا لا ضربت شي طليله بحال هكا صافي وترجع ما تنبقاش شاداه نهائيا.
هادي البنات أول حاجة. تاني حاجة هو نحاولوا ننظموا الوقت ديالنا، يعني غنفيقوا في الصباح عارفين شنو غادي نديروا البروغرام اللي عندنا. نحاولوا البنات نديروا ورقه وستيلو نقيدوا البلايص اللي خاصنا نقادو حنا في الدار. عندنا الروينه في شي بلاصه غنديروا نقيدوها. مثلا خاصني نرتب اليوم هاد الخزانه هادي غادا نكتبها، يعني خاصني خاص هاد الخزانه ترتب، خاص هاد الماريو يطوى، خاص يعني غنشوفوا كيف ما قلت لكم الاركان الساخنه اللي عندنا في المنزل اللي هما ما منظمينش ولا ما مقادينش ولا مرونين وهذا، وغنحاولوا نكتبوهم في واحد الورقه. وغنحاول كل نهار نحيد عليا ركن. وعرفتي غادي تلاحظوا البنات ملي غادي تنظموا البلايص اللي نتوما تجلسوا فيهم، وملي غتنقيو وملي هذا غتولفوا انكم تجلسوا في النقا، وتولفوا انكم تجلسوا في بلاصه اللي هي مرتبه ومتوله. ماشي بالشرط البنات يكونوا عندنا شي حوايج اللي هما زعما نقولوا تكون عندنا كوزينه مقاده اللي غادي نتولوا اللي غنديروا. راه البنات كاين اللي عندهم كوزينات ما عرفت كيف دايرين، ولكن هما ما مدايرينش ما منظمينش. يعني نحاولوا غير بهذوك الاشياء اللي بسيطه عندنا البنات نقادو بهم. ما كايناش شي حاجه اللي هي مستحيله، يعني بشي حوايج اللي هما بساطين نقدروا نتولوا بهم ونقدروا نديروا بهم شحال من حاجه. كيف ما قلت لكم البنات ديروا غير ورقه وستيلو، حاولوا تقادوا اموركم. فاش غنفيق غنحيد عليا الاولويات اللي هما الماكله، غنحيد عليا البنات شي حاجه اللي هي مهم شقه ديال النهار راه معروف. من بعد غادا ندوز للركن من هذوك الاركان الساخنه اللي انايا مقيده في هذيك الورقه ديالي. غادا نمشي غادا نحيد عليا ركن اليوم، ركن غدا وهذا. ومن بعد البنات غتشوفوا على راحه نفسيه غادي توليو تعيشوها، وغتحسوا بريوسكم انكم رتبتوا الامور ديالكم، بان حياتكم ولات منظمه وحياتكم ولات نقيه. فتيبداو يطيحوا عليكم شي افكار اللي هما زوينين، تيبقى لك الوقت لنفسك، تيبقى لك الوقت يعني تتولي عايشه في واحد الطاقه ايجابيه، تيبقى لك الوقت لراسك، يعني تتبقى لك الوقت انك ديري شحال من حاجه. هادو البنات اسرار من اسرار ديال التاويل وديال التنظيم. يعني خاصك غير تبداي البنات، ما غتبقاوش قادروا تحبسوا نهائيا. صافي البنات طولت عليكم اليوم في الهضره، ولكن حاولت انني نهضر ونوصل لكم كيف ما قلت لكم هاد الافكار هادو. دزت من بعد غادي نصايب البنات هنايا دي كوب كيك اللي غادي نوجدهم لبنتي باش تبقى ديهم معها للمدرسه. درت هنايا 3 البيضات، ودرت فاني، ودرت البنات قبيصه ديال الملح، وخلطتهم في الخلاط الكهربائي بحال هكا. غادي نزيد عليهم البنات كاس ديال الحليب. من بعد غادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت وغادي نخلطهم مزيان. دزت البنات هنا واحد البول غادي ندير فيه 2 الكيسان ونصف ديال الدقيق الابيض كيف ما تشوفوا. يعني هاد المقادير البنات اللي سنعطيكم انا دابا راهم مضبوطين، غير ديروهم كما هما وغتشوفوا البنات كيف غادي ينجحوا معكم وكيجيو رائعين ولذاذ. غنزيد عليهم البنات واحد 2 خمارات اللي هما تيكونوا حمرين بحال هكا. صافي البنات غادي نحاول كلشي نديرو في الصفايه باش هكا ملي غادي نغربلهم غادي نغربل كلشي مع بعضياتو. درت هنا البنات واحد فلون ديال الشوكولات صغير هكا البنات كيف ما تتشوفوا. غادي نزيد عليهم 2 المعالق كبار ديال نسكويك ولا كوبيل ولا شوكولات ديال اللي كنديروه مع الحليب البنات بحال هكا. غادي نديرو 2 المعالق كبار منه. صافي وغادي نحاول انني نغربل هذوك المكونات بحال هكا، وغنحيد هذوك الحبيبات اللي كانوا عندي. صافي من بعد غادي نزيد عليهم هذاك الخليط اللي درت في الخلاط الكهربائي، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. كيف ما تشوفوا البنات غادي تلاحظوا القوام ديالو. يعني هاد المكونات اللي عطيتكم انا فهم مضبوطين، غير ديروهم البنات بعينيكم مغمضين وغادي تشوفوا البنات كيف تينجح معكم. راه تقدروا ما ديروش به غير لي كوب كيك، تقدروا ديروا به حتى كيكه، تيجي البنات زوين بزاف وناجح. كيف ما تشوفوا هنايا من بعد ما خلطت فانا غادي نزيد قياس ديال معلقه كبيره ديال الخل. وانتم عارفين البنات الخل تيخلي لينا الكيكه ديالنا تتنجح وتجينا خفيفه وما تجينش زعما مدقصه ولا شي حاجه، تجي خفيفه. صافي غادي ناخذ هنايا هاد المول هذا اللي عندي بحال هكا، غادا ندير فيه هاد لي بابي هادو ديال لي كوب كيك، وغادا نبدا ندير بالمعلقه بحال هكا. غادا ندير معلقه بصراحه انا البنات لي كوب كيك تندير فيهم 2 المعالق اللي تيكونوا مملوئين جيدا باش هكا تيجوني القياس هو هذاك. دابا درت غير معلقه وحده حيت غادا ندير فيهم نيوتيلا لداخل. كيف ما تشوفوا غادي ناخذ غير شي شويه ديال النوتيلا ونديرو فوق من هذيك المعلقه الاولى اللي ضفت. ومن بعد غادا نعاود نغطيهم بالخليط الثاني كيف ما تشوفوا. يعني تيجوني 2 معالق مملوئين جيدا ديال الخليط ديالي، وتيجوني البنات هما هادوك ما تيسيحوا ليا ما حتى شي حاجه. صافي البنات من بعد راه نشعل الفران على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. البنات ضروري يكون شاعل من الفوق ومن التحت. غادي ندخلوهم لمده
من البنات 25 حتى ل 30 دقيقة. كيف ما تتشوفوا صافي، يعني البنات حسبوا من 25 وانتم تتحسبوا، يعني مهم توصلوا 25 دقيقة حلوا عليهم، الا حسيتوا بهم طابو خرجوهم، الا ما حسيتوش بهم طابو خليوهم حتى تكمل 30 دقيقة. هذا الوقت الكافي باش انهم يطيبوا، ما يتحرقوا لكم ما حتى شي حاجه. انا البنات خليتهم 25 دقيقة كانوا طايبين ليا، ما حليت عليهم قبل ما حتى شي حاجة. صافي البنات هذاك الخليط اللي بقى عندي درتو هنايا في هذا المول هذا اللي عندي هنايا صغيور. وشوفوا البنات الكيكه ديالو كيف جات. جات البنات زوينه وخا صغيره وداكشي، ولكن تتبان زوينه، يعني حتى اذا درتوه في المول كبير تيجي زوين. شوفوا البنات، شوفوا شحال جات غزاله، ما نعاودش لكم المذاق ديالها كيف جات. حتى داك نيسكويك تعطي فيها وهذاك فلون تعطيو فيهم مذاق اللي هو زوين بزاف. صافي البنات هادو هما الحوايج اللي بغيت نشاركهم معكم اليوم. مهم من بعد الغدا فانا دزت غدا نطوي عندي الحويجات راهم ديجا مصبنين وداكشي، قلت غدا نطويهم نحيدهم عليا وغدا نشارك معكم البنات الطريقه اللي تنطوي بها. يعني تنحاول على حساب ليسباس ديال الماريو ديالي، تنحاول كل حاجه ندير ليها الطويه ديالها اللي غادا تجيني وكيفاش الطريقه تاع كيفاش منظماهم وكيفاش غادي يجوني. يعني كنحاول كل حاجه ندير ليها الطويه ديالها. انا ديجا منظمه البلاكارات ديالي، عارفه الطريقه اللي خاصني نطوي بها. هكا البنات خاصكم ديروا باش هكا يبقاو عندكم بلاكارات ديما منظمين. يعني البيجامات كيف ما انتي دايراهم في البلاكار ديالك تبقاي طوي الحوايج ديالك باش هكا يبقاو بلاكاراتك منظمين البنات. وفي الصراحه كل ما كان البلاكار منظم تيكونوا الحوايج باينين وتتكون البنات ما مهم تتكون واحد الراحه البنات. راه ما نعاودش لكم على واحد راحه ملي تكوني مقاده امورك ومنظماها ومتولاها ومنقيه دارك، راه ما نعاودش لكم البنات تتحسي كيف ما قلت لكم بواحد الطاقه ايجابيه. كيف ما تتشوفوا فانا كل حاجه كيف ما مستفاها في البلاكار طويتها. صافي البنات غادا نبدا نرجع كيف ما تتشوفوا الطريقه ديال البيجامات اللي عندي انايا كيفاش مقاداهم. وراه ديجا البنات شاركت معكم طريقه التنظيم ديال البلاكارات ديولي كيف ما تتشوفوا. هاد الطريقه البنات زوينه تيبقاو باينين فيها الحوايج بحال هكا وما تيشدوش لك ليسباس. يعني ملي تتبغي تجبدي شي حاجه تتكون باينه ماشي تجبدي كلشي دقه واحده، يعني تجبدي اللي بغيتي بلا ما تخسري الشيء الاخر. بالنسبه للبنات الفوطات فانا دايراهم بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا و حتى الطويان فاش نبغي نطويهم تنطويهم بهذا الشكل هذا باش يبقاو ليا منظمين. صافي البنات غادا ندوز باش غادا نقاد هاد الملابس ديال الزوج ديالي كيف ما تشوفوا حتى هما دايره ليهم هاد الشكل هذا ومقاداهم. بصراحه البنات هذه لقيت هاد الطريقه هذه لقيتها عمليه بزاف بزاف. كيف ما تشوفوا البنات الفولارات راه من نهار طويتهم معكم ما بقيت قديتهم ولا شي حاجه، الا كنت بغيت نخشي الا جبت شي فولار استعملته وبغيت نرجعو فانا تنطويه بنفس الطريقه وترجعو. بالنسبه للخزانه ديال بنتي فانا مقاداها بهذا البليص هذا، دايره لها السريولات بوحدهم، الفوق بوحدهم، البيجامات بوحدهم كيف ما تشوفوا. حتى ملي تنصيفطها تبغي تجبد شي حاجه تجبدها وهي باينه ليها اشنو خاصها تجبد. صافي البنات كيف ما تنقولوا الشتاء خاصو ضروري طابيات. الا قلنا طابيات نشارك معكم البنات هاد الطابيات هادو اللي خديت من مرجان ديال فورير كيف ما تشوفوا البنات. هاد اللون زوين بزاف صراحه، شحال وانا كنقلب عليه فمشيت واحد النهار لقيتهم دايرين البنات 300 وشي حاجه فيها جوج كيف ما تشوفوا راه كبارين وزوينين البنات بزاف بزاف رطبين وتيدفئوا لينا الدار. بالنسبه للطرق ديال التدفئه ديال الدار داخله فيهم البنات لي طابي، فالبنات راه تيدفئوا لينا المنازل ديالنا كيف ما تشوفوا. وغادا ندير حتى وسط الدار هاد الطابي هادي اللي هي بيضه بحال هكا. فالبنات انايا الدار كامله رجعت هادي الطابي كيف ما تشوفوا. صراحه تحسوا بواحد الدفء في المنزل ديالكم وتيدفئوهم حتى الا حطيتي رجلك ما تحطيهاش في البروده. صافي البنات هاد لي طابي هادو راه زوينين، راه مازالين في مرجان جابوهم غير مؤخرا. انا كنت ديجا خديت وحده مربعه ولكن صراحه هاد اللون كنت كنقلب عليه من شحال هادي وفاش مشيت لقيته فانا خديته. وكنقولوا البنات لي طابي غادا نقولوا لي زاسبيراتور صراحه هما اللي عمليين باش ينظفوهم لينا. فانا كانت نيت خاصني اسبيراتور، كانت عندي في الدار الاولى وحده وصراحه البنات استغنيت عليها وبغيت ناخذ شي حاجه اللي هي خفيفه وغوشارجابل باش هكا نبقى نتحرك بها زعما في الدار فاسيلمون ما نبقاش البنات مركباها في الضو تندور بها. فبغيت نشارك معكم البنات هادو اللي انا لقيت. انا البنات غادا نتقداها ان شاء الله تقديتها
من ميزة كاينة في مدينة اسفي، وما عرفتش كاينة في شي مدن حتى هما. بالنسبة لي انا راه لقيت نفس الثمن اللي لقيته في الكترو بلانيت، لقيته في هاد الميزة هادي. غير هو صافي ملي جيت للميزة صافي قلت نتقدى ونوض نيضة بلا ما نبقى نديبلاصا كل شوية. كيف ما تتشوفوا لقيت هاد لي ساسبيراتور هادو تاع هوفر غزالين البنات، وبصراحه شكروهم ليا البنات بزاف بزاف. شكروهم ليا قال لي هاد لا مارك زوينه. وكيف ما تتشوفوا انا درت معكم جوله، بغيت نوريكم الاثمنه ونوريكم داكشي اللي كاين. وانا البنات خديت هادي اللي كتشارجا بالضو وتتبقاي تتخدمي بها، خفيفه البنات، فيها ريوس زوينين وتتجر لينا مزيان. ان شاء الله من بعد غادا نشارككم معكم الطريقه ديال الخدمة ديالها. راه كيف ما جبتها البنات خاصني ضروري نخليها 24 ساعة تشارجا. من بعد البنات ان شاء الله في الفيديو القادم غادا نشارك معكم الطريقه ديال الخدمه ديالها، واش عجباتني واش لا. صافي البنات غادا نشارك معكم ان شاء الله كلشي. من بعد فانا دزت البنات حتى الكوزينه، درت فيها هاد لي طابي هادو اللي خديتهم ديال تركيا، خديتها ب 200 درهم من عند واحد الصفحه على الانستغرام فيها سميتها اواني اسفي. صراحه تيصيفطوا المدن اخرين وانا في نفس المدينه ومشيت خديتها من عندها. بصراحه البنات زوينه رطبه وخفيفه دغيا تتصبن البنات، ديروها غير في الماكينه وتتصبن. كيف ما تتشوفوا حتى الشكل ديالها زوين. صافي البنات هادشي اللي كاين اللي بغيت نشارك معكم اليوم. غادا ندوز نشارك معكم طريقه ديال التعطير ديال المنزل وكيفاش البنات تسخنوه في الليل. صافي درت هنايا البنات الماء، من بعد ما غلا ليا فانا زدت ليه هنايا الخزامه، زدت ليه القرنفل وزدت ليه الليمون بحال هكا. الا عندكم البنات حتى الشيح ديروه، انا ما عنديش فاستغنيت عليه. صافي البنات غتخليوها حتى تطبخ مزيان، تبليو تستنشقوا هذاك الهواء راه مزيان البنات حتى النزلات تاع البرد، وتيدفئ لينا الدار وتعطي واحد الريحه غزاله في الدار ديالنا. من بعد ما كملت الشقه ديال النهار كامل فانا دزت غادا نعطر المنزل ديالي بهاد الريحه هادي اللي هي زوينه البنات بزاف طبيعيه. كيف ما قلت لكم تتحارب حتى نزلات البرد. غادا ندوزها على الدار كامله. ومن بعد فانا غادا نسد الشراجم. راه ديجا سديتهم البنات، كنكون سديت شراجم بحال هكا. غادا نهبط الريدوات وغادا نطفي الاضواء، نخلي الاضواء خافته. هادو البنات هما اجواء ديال البرد كيف ما تتشوفوا. صافي البنات هادشي اللي كاين اليوم بغيت نشاركو معكم. نتمنى هاد الروتين ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو اول مره غتشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك ولا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال فيديوهاتي. شكرا البنات على حسن المتابعه، تلقاو ان شاء الله في فيديو قادم وفلوق جديد ان شاء الله.